واحنا جد الملك الحالي محمد السادس، محمد الخامس، شوف احسب مولي 5 جدود سابق ذاك. هاي جامعة محمد الأول اللي قالها راهي موجودة في وجدة. هذا تاريخ عريق، غير ما يجوا نصارى ويخسروا تاريخنا احنا المسلمين. مش قلت لك أن قبل لا تاريخ نصارى فعلا بدوا استعمار في موريتانيا 1902. يعني تبدأ أنت تاريخك تدونوا كيف الجزائريين 1870. والسابق ذا كان شنو هو؟ سابق ذا كان شنو؟ كانوا سلاطين المغرب والحاكمين في هاي الأرض. هذا هو الحقيقة. ما دونت، والمستعمر الفرنسي ما يكتبها ولا يبقي يكتبها ورا ذاك. ملي لا نقول لك رواية يا أخي العزيز، احنا موريتانيين كاملين مناضلين الأحرار في موريتانيا أيام الاستعمار ما قد أبدا طلبوا الانفصال عن المملكة المغربية أبدا، ولا قد طلبوا الانفصال. كانوا يطلبوا لا الاستقلال، يصوعوا المستعمر كيف ما المغاربة كانوا يصوعوا المستعمر، وكيف ما أي مدة عليه المستعمر كان تطرده. كنا واحد في روسنا. وهذو المثقفين الموريتانيين ما نكتب عنهم لاش بهم اللي عدوين للاستعمار، وكل سميتهم لك. وجيت انت 3 مرات لهم الاصبع وسميت لي لا الحرمه والببانه ما والعمير ما تسميه لي مالك، والحرمه الله مالك ما تسميه لي. هذو كاملين موريتانيين. هذو موريتانيين كيفك انت وكيفي انا. هذو موريتانيين ابن عن جد كانوا مناهضين للاستعمار ومناهضين الانفصال عن المملكه المغربيه الشريفه. فما قايل لك. واماره طرابزون اللي بقات صامده الوحيده في موريتان اللي بقات اماره ثابته تاريخيا الين جاء المستعمر وغصب الاراضي كامله وعدلنا حدود وفصلنا مع خوتنا وفصلنا مع اهلنا. بقات اماره طرابزون بعد ابدا ما قد اندهرت ولا قد انقلبت. نتحداك تقول لي اماره طرابزون قد حتقلبها. بيلي كان عنده امتداد مع سلاطين المغرب، مع حكومه المغرب، وكانت تدين بالولاء للمغرب وحدودها الى السنغال. الامارات الاخرى اللي قلت انت اماره ولاد مبارك انتحرت فيما بينها كاع. انتحرت فيما بينها. موريتاني لا كذب. هذه اماره طرابزون ما عندها علاقه بالمغرب. خليني نكمل. يا موريتاني خلي موريتاني يا انسكتوا واحد يقوم لنا واحد. هذا ورك بعد كان موريتانيا الجديد الملك بوليزاريو ومن السلام عليكم. انا نبغى حد يتكلم لا بصيفته موريتاني ولا بوليزاري ولا مغربي. بدل على بيك انت قال لك ولي مغربي. المغربي تحيدها لي انت. لا 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 الموريتاني الجدد لا ممنوع. زل عني. هذا حنجيبه وهذا حنجيبه يا اخي. داير صورة ساقية الحمراء، داير صورة ولد سالم كان قالوا حنجيب. قالوا عنا موريتانيا ولا تفضل يا كوبي مايك يطول عمرك. موريتانيا ولا تفضل. شوف انا لا نبقي يرجع للتاريخ. حتى التاريخ كانوا يردوا. شوف التاريخ اللي كانوا يردوا علينا اباتنا وجدودنا يسووا لحد من الامارة طرابزون واللي شانظوره منه يدور يقول لك انه لين انقلب امير طرابزون مشى هو اللي ترياله كان مستشار الامير وقالوا نقيسوا سلطان المغرب وقاسوا وعطاهم المدد العسكري والمادي ورجعوا وانتصروا لاعدائهم. واللي شانظوره هو يعرف التاريخ. نبقي كل حقبه من التاريخ ترجع له باش تعرف العلاقه اللي كانت بين امارات موريتان وسلاطين المغرب. بس هذا نبقي الاخ الموريتاني ممكن جال بالتاريخ، تاريخ اباته وجدوده، يرجع بس للتاريخ ويسول. واللي شانظوره كان مستشار امير طرابزون. يا اخي العلاقات بين سلاطين المغرب وامارات موريتان ما هي تكن ولا المغرب. افهم القد اسمع القد يا موريتانيا ولا رانك تقربه نافق رانك والله ما انا موريتاني. يا موريتاني طول عمرك تجيك المداخله وقول اللي بغيت ما عندي مشكل، شرط انه يكون الاحترام فقط. موريتاني صافي راك طولت لا ندوز البابو. تفضل يا بابو. الناس تتكلموا كاملين ما تتكلم. نقول له لا شوف انا الزميل انا طرحت لي سؤال وجاء كلمه. شوف طرحت لي سؤال وهو ما قد يجاوب. انا صاحبه الاخر كان يسولني جاوبته جميع اللي جاوب لي دور
ونقفر عليه راه هو استسلم. بكذا الزميل الاخر اللي راهي تحتي انا درك تصورته قبيل قلت له اقول اصلا ما جاوبتني يا بابو، اصلا ما جاوبتني. انت المهم ما يعرف حتى الترار زمنين انت من اي سنه. شوف انا ما جاوب، شوف انا جاوبتك يا غير انت اسمعني يا بابو يطول عمرك، نناقش مع انسان اللي هو غلط، قال لي ما جاوبته انا سولته هو، قلت له سولته عن ولي علي الشنظوره كان سامع بيه سامعين بولي علي الشنظوره ونعرفوا جيش ولي علي الشنظوره اللي جايب من المغرب اصلا نعرفوه ولا إذا شاهدوا من أهلها أنا قلت الحق. معناها كانت فهم علاقة وطيدة بين إمارة ترانزيت وسلطان المغرب. أنت خنافة كاع أنت المغرب ما قطعت واحد من الإمارات جاي من موريتانيا. نحن ما نقدوش. احنا لا نسحب عنك لأن الحوار كيشي ما متكافئ، ما ثم فرصة كيف شيء. لا شوف يا الإخوان لا نقول لك كل واحد شاد دوره. شوف اولا سجل عندك النقطه ولين يجيك الكلام والله يجي زميلك الاخر جاوبوني فيها. اذا كان امير المغرب كان منه ما خلق ارض عند اميرين ما يخالقه، ما خلق شيء يحكم ولا قاشين وكل شيء يحكم ولا قاش واحد. فهمت؟ قولوا لنا اذا كان يحكم على الارض فر اللي قلتوا انتم منه، قولوا لنا منه توف نحن قالوا تقولوا لنا منه هذيك واحده. ثانيا والله اذا نعطيك اسمه غير تعطينا التاريخ، اعطينا اسم التاريخ اللي بغيت. ايوا زين بما يخص الصح اعطينا تاريخ معين. انا ماني خايف. شوف لا يجاوب اسمح لي بالله يا موريتانيا اولا. موريتانيا اولا حالي دقيقه يطول عمرك موريتانيا. هذا الرجل يقول في واحد كان خاطين الكلمه اخويا انا لا في كلامي يا اسمه الصحراوي ذو الناس يحترموني وفي كلامي راهم يتكلموا. يا استاذ انت تسول وما تعطينا حقبه بس نعرفوا شنو السؤال. تعرفون ما فهم مثلا المقارنه بين الاماره والسلطنه. السلطنه يعني مجموعه من الناس بسيطه، يعني السلطان حتى احنا عندنا الشيخ القبيله نقولوا السلطان فلان ويعود لا شيخ كاع ما عنده اماره ولا عنده شيء، يعني زعيم قبيله شيخ وبدلا من امير متوارث عن اجداده ويحكم بقعه جغرافيه معينه. اذا ما فهم مقارنه. يعني فاس تاسست في القرن السابع عشر اللي هي سلطنة فاس. تأسست المدينة بحد ذاتها كاملة، خلي قاع من الحكم السلطنة، تأسست في القرن السابع عشر اللي انت مقارنوها بولاته ولاته تأسست في القرن الثاني عشر ميلادي. الموريتان لا احنا لا نتكلموا احنا بقى ما لا نتكلموا في التاريخ. لا نخليك لا اصبر لا تكيسي طول عمرك. لا كلمة أنا بغيت نقول لك على أنه إمارة فاس عنها أو فاس تأسست في القرن السادس عشر على ما أظن. تفضل كمل. اوكي لا انت نقارنها لك انا بمدينه اللي فاس كاع اللي انتم مثلا اللي هي تسبوا لها انتم المغرب سابق مراكش اللي هي انطلق عليها اسم بالاجنبي، انطلق للبلد باي لغه اجنبيه ماروكو ويطلقوها الى جانب. هي فاس اقدم، نعتبر السلطه فيها انها اقدم من مراكش. فاس مدينه بحد ذاتها اللي ينتسب لها البلد تاريخيا تأسست لها في القرن السادس عشر والله السابع عشر كما قلت انت. نقارنها بولاته تأسست في القرن الثاني عشر ولاتين. اذا ما ذم هذا ياسر من الاجحاف. يتم حد يقول العماره تابعه مثلا لسلطنه، هذا ما هو منطقي. لكن لا يقول ملك تابع الرئيس شيخ قبيله، هذا ما يصح. فهمتوا؟ وفرنسا من الميليشيات هي تحارب البيضان وتحارب الامارات وتحارب نفوذهم، وهم الوحيدين اللي يتصدوا لها. ولازم اي اماره انبطحت، لازم اي اماره انبطحت ولا وقعت حمايه ولا وقعت مع مستعمر فرنسي. كيفاش؟ واخا تفضل اتاي. تفضل هو اللي يتكلموا بان الاداري المدينه خلت انا بعد ما توفيت كلمتي. انا ما توفيت. اقل من دقيقه. لا يرجع لك المايك طبعا ولا يرجع لك يا اخي اقل من دقيقه وبين يطلع عنك مايكي. لا يا اخي لا نرجع يا اخي لا ينزل عنك والله لا ينقض عنك يا اخي. لا حاني شوي انا نتكلم انت تعطي الواحد الكلام قد تاخذين نوفي فكرتي يا اخي. شوف ذو إمارة حسان ذو إمارة حسان طبعا كان عندهم شبه يعني مفاوضات والله شبه اتفاقيات يعدلوها مع المستعمر بما انه ارض الواقع يا غير ما فهم بعد اتفاقيه لا يعدلوها مع حمايه والله يتحالفوا مع اي حد من الجيران ضده. هذا مستحيل. ولا احمد عيده كتفوا المستعمر معركه معدلها ولا سويد احمد كاتب المستعمر، احمد الديد كاتب المستعمر، هذا كلهم امير
هذا قاعد ولا امارات البيضان اقارنهم لي مع المغرب. يجيب لي امير واحد والله سلطان واحد مات في هذا ما هو الا احمد هيبه الموريتاني هو في الاصل موريتاني. يا جماعه خلونا نعود واقعيين لا انتم نكذبوا. والسلام عليكم. تفضل شكرا على المساحه. مرحبا مرحبا. انا كنت بغيت نقاطع اتاي قال لك توضيح فقط ولا يرد لك المايك وكمل مداخلتك ما عندي مشكل. ياك عدنان ماشي مشكل. هو بلاتي نمشوا خويا اتاي. لا عدنان ما تعود منصف مولي عندي مداخله شوي بكلام. لا لا اعطي لا تاي لا اعطي لا تاي تاوي لا طلع اعطي لا تاي حقنا يتكلم تفضل تاي. تفضل يا تاي. انا قلت زعما نحترم الدور باش نمشي واحد بواحد. تفضل يا تاي استسمح تفضل. ولكن عدنان ما يمكنش نمشيو على كلام خونا هذا تكلم في التاريخ. عندي مداخله بس لو سمحت. هو اعترف لي يعلن. شوف هو اعترف يعلن والشاور مستشار امير طرارزه مستشار رئيس سلطان المغرب. كيفاش يقول سلطان المغرب كاع ما هو خالق ولا ضعيف؟ يعني شنو هذا؟ يا اخوه كوبي مايك الاشراف. المشرفين بلاتي صبر. المشرفين الله يجازيكم بخير. خدموا خدمتكم. اي واحد ما عندوش حق في المداخله كوبي ليه المايك يطول عمركم. لا موريتاني اولا انت عطيت مداخلتك خلي الناس حتى هما. تفضل خواتي. راه ممكن احنا ما يمكن نكونوا فاهمين على كل شيء ولكن نحترموا كل واحد عنده الدور. تفضل اتاي. هو الغلط الاول ملي تكلموا على موضوع لازم بعد السنوات يكونوا مضبوطات. انا ملي نسمع الموريتاني يقول لك بان مدينة فاس تأسست في القرن السادس عشر. الحقبة ديال السعديين كانت بين 788 و 908. ما قلت السادس عشر قلت في القرن السادس. لا السادس عشر. السادس عشر هكا لأن المستمع هو شد 16. وملي نتكلموا على الترارزة قصدي السابع والله يا أخي هذا طالع يشوش لنا هون ولا. وملي نتكلموا على الترارزة متى عدنان ترجع لي الجواب. متى وصل بنو حسان إلى المغرب؟ عندك فكرة؟ لا ما نعرف. أنا غير كان نتعلم ولكن على ما أظن القرن السادس أو الخامس. لما يتكلم عن اسمع لما يتكلم عن الترارزة من هم الترارزة؟ من هم؟ هم إخوة البراكنة. وقال لك خناطة بنت بكار ما هي من الترارزة من البراكنة من ولاد عبد الله. ومن هم الترارزة والبراكنة؟ هم أبناء هداج بن عمران بن عثمان بن مغفر بن حسان. يعني شوف الحقبة ديالهم. يعني كانوا بانت إمارة الترارزة في عهد العلويين. لما تتكلم على مدينة فاس تأسست أول مدينة رانك غلط. لود على مدينة نون، مدينة تكاوست، مدينة إفران، مدينة ماسة. وكانت مدينة تازة أقدم من مدينة فاس. ومدينة وليلي أقدم من مدينة فاس. ومدينة شالة. ولكن يعني كما قال لك خويا ذو المدن اسمعني انا ما كنت نقاطعك. انا ما كنت نقاطعك. انا ولينا الشعلواد هنا يا صاحبي هذا خينا. اسمع يعني انت ملي تجي وليتاني الجدد اعطيني بالتسع راه خدمت المشرفين. كل انسان جاي فخذ لك جاي. دابا هو عدنان هو الخلط في الامور. يعطيك اماره الترارزه ويخلطها لك في السعديين. لا علاقه اماره الترارزه بعهد السعديين ولا عهد المرابطين ولا هذا العهد. راه قالها لك برابوت قبيله قال لك اعطيني التاريخ باش نناقش معاك. انت كتتكلم غير على اسماء العناوين ديال الدول ولا الحضارات اللي كانت ولا الامراء. اما سلطان ادرار او اماره ادرار والترارزه راه كانت تابعه للعلويين. ونزيدك حتى من كان يحكم من مدينة تيزنيد حتى واد السنغال سول على بودميعة زاوية سيد أحمد وموسى المعروفة حاليا في نواحي تيزنيد. علويين ما قد تحط. واش عندنا جاي يناقش واش غير نطلع يا الاخوان يا درغام الله يهديك يا درغام. خلوها تيكمل. تفضل تيكمل باش ندوزوا الموريتاني. ما تكلمت يا صاحبي. انا ما تكلمت. اللهم موريتاني راه وليتي